السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي شيوات إدريسي آسيا. ديما الجديد. تنتمنى هاد الوصفة تلقاكم في أحسن الأحوال. بالنسبة ليا جبت لكم الراية مقلية للمبتدئات. ما تبارك الله السيدات الحاذقات راه ما نهضروش عليهم. تنتمنى تبعوا طريقتي وما تنسونيش من لايك وابوني والضغط على الجرس، وشكرا. وإليكم المقادير. باش نشرملو هاد الحوت ديال الراية غادي نديرو واحد شوية ديال التحميرة، شوية الابزار، شوية الخرقوم، سكنجبير، قزبر يابس، شوية الكمون، شوية السودانية اللي تيبغيها، شوية لأن درت الابزار، مليحة، شوية لحقاش غسلتها بالملحة، ثومة وبرة، شوية زيت البلدية، والخل. أنا تندير خل حامض، نخلطو هاد الراية، نلبسوها بهاد الشرمولة. ما تنديرش انا الربيع، لان الربيع تيبقى مصور فيها هكاك خضر، الاحسن ما تنديروش. دابا من بعد ما شرملتها غنخليها تقريبا ساعة المكانة، لان هاد الحوت كل ما خليتيه يتشرب الشرموله تيجي لذيذ. نخليوها قلنا ساعة المكانة على ما تشرب ونقليوها ان شاء الله. ها انتم البنات، الحوت ديالنا هو تشرمل، خليتو تقريبا شي ساعة ونص. انا كنت بديت تنمرمدو في الطحين الصفر باش يجي لها مقرمل الفينو. هانتوما شفتو. دابا غادي نكملو كله هكا مرمد في الطحين. هانتوما ها الزيت، درت زيت كتير باش ما يتحرقناش، وغادي نديرو له اللون مصفر، ما غاديش نقليوه بزاف تيولي كغيي. بالنسبه للحوت هاد الرايه ولا اي حوت بيض ما تقلبوه حتى تشوفوا شد راسو، لان الا قلبتوه وما شدش راسو غادي يتفرست. راهي باينه غزاله طريه. بالنسبه للرايه ملي نشريوها بلا ما نضربو فيها تماره وتنقيوه، عطيو لهداك مول الحوت شي 5 دراهم، قولوا نقيها لكم باش يجيبها لكم قاد.
بلا ما تمحلو. منين تجيو ديروا لها مليحه غسلوها. شفتوا ديك بحال الفينو تيجي بها مقرمله. هانتوما شوفوا القشره غنزيد شويه ونحيدها لحقاش هاد اللون الصفيفر هو اللي محتاجينه. الا زاد شويه تولي لون بني. هذاك اللون غادي للحراق عندنا نديرو به باش تبقى على طراوتها. وكي جاكم هاد اللوين شتو كي داير شحال مصفر وغزيول. هو هذه هي الرايه ديالنا. انا قليتها. هانتوما البنات بالنسبه للبطاطا الا بغيتو ديروها فريت غتقطعوها بهذا الشكل اصابع وغتزيدوها الماء سخون. غنزيدو شويه الخل باش يكون مقرمله بحال اللي تشروها من السناكات. نديرو شويه سنيده تقريبا معلقه هذه اللي تجيبها مقرمله. تزيدو شويه الملح تخلطوا. هانتوما تتخلطوها وتخليو حتى الماء ديالها يبرد وعاد ديك الساعه تصفيوها وتقليوها. دابا منين صفيتها انا عاود شللتها بالماء بارد ونشفتها. دابا غادي نبداو نقليوها. البطاطا ملي تكون تتقلى ما نقيسوها حتى تشد في راسها باش ما تفرستناش. وهانتوما من بعد ما قليتها كيبانت لكم باينه مقرمله واللون محمر غزيول. تنتمنى نتوما تجربوها والى وصفه اخرى باذن الله وشكرا.